السلام عليكم دكاترة المستقبل، معاكم أيمن عبد الله، والنهارده إن شاء الله هنشرح التنفس الخلوي. بس قبل ما نبدأ في التنفس الخلوي محتاجين نعرف بس شوية معلومات من الفصل الأول والثاني عشان نمهد للفصل الثالث. بداية إحنا دخلنا فصل أول وفصل ثاني وثالث. الأول اسمه التغذية، والثاني اسمه النقل، والثالث اسمه التنفس. التنفس ده احنا قاسمينه حتتين، قاسمين عنوان اسمه تنفس خلوي، وفي عنوان تاني اسمه تبادل غازي. حضرتك احنا محتاجين نربط العنوان بتاع التغذية بالنقل، ونربط العنوان بتاع التغذية والنقل بالتنفس الخلوي. فمحتاجين نعمل رسمة سريعة كده مع بعض. احنا مثلا لو جينا رسمنا هنا كده إنسان، والإنسان ده احنا أخدنا له ودرسنا له قبل كده الهضم. فأنت حضرتك هنرسم هنا مثلا كده معدة، ونرسم أمعاء، ونيجي نقول لك إيه اللي حصل في الفصل الأول. فأنت هتقول حضرتك إحنا دخلنا مركب اسمه نشا ودخلناه وهضمناه، فأصبح معاك إيه في الأمعاء؟ معايا الجلوكوز. طب السؤال بقى، الجلوكوز ده سبته مكانه هنا ولا عملت له امتصاص؟ أيوه عملت له امتصاص وعديته على الكبد، وبعد كده رحت وديته للقلب. حلو. فإذا يا دكتور لو جيت سألتك وقلت لك إيه اللي حصل في القناة الهضمية، هتقول لي حصل هضم، وبالتالي انت كده بتتكلم في العنوان بتاع التغذية. اما لو قلت لك حصل امتصاص للجلوكوز وراح للقلب، كده انت بتتكلم في الفصل الثاني اللي اسمه النقل. وبالتالي القلب ده اللي انت فاهمه في الفصل الثاني انه هيوصل لكل جسمك الجلوكوز. فحضرتك احنا محتاجين نقرب اكتر ونروح نعرف الجلوكوز ده راح فين. بيخش جوه خلية جوه جسمك، سواء كان بقى عضلة او عظمة او اي حاجة. الجلوكوز لما يجي يخش جوه الخليه دي بيحصل له حاجه اسمها اكسده، يبقى اكسده جلوكوز. لما بنأكسد بقى الجلوكوز طلع من الخليه او طلع من اكسده الجلوكوز ATP. ايوه اقف هنا بقى. لما يكون في ATP في الخليه يبقى الخليه ديت شغاله، يبقى بنسميها خليه نشطه او بنسميها خليه حيه. اللي بيحصل جوه هنا عايزين هنسميه تغذيه؟ لا مش تغذيه، هنسميه تنقله في الجسم. مش تنقله في الجسم، ده استفاده للاكل. الاستفاده دي عملنا عمليه بناء ولا عملنا عمليه هدم؟ عمليه هدم اللي هو اكسده الجلوكوز. يبقى لما بنأكسد الجلوكوز بنحصل على طاقه. ايوه، ايه الهدف بقى من عمليه اكسده الجلوكوز؟ ان احنا نحصل على مين؟ على طاقه، وبالتالي الخليه بتاعتنا هتبقى حيه. فنرجع تاني كده نقول بعد اذن حضرتك راجع معايا سريعا عشان بس تبقى فاهم الدنيا ماشيه ازاي. انت حضرتك اخدت الفصل ده، والفصل ده بيتكلم على ازاي نحول النشا الى جلوكوز. بعد كده اخدت الفصل ده اللي هو ازاي ننقل الجلوكوز في الجسم. محتاجين بقى نخش على الفصل ده اللي هو الجلوكوز لما يخش كل حته في جسمك، كل خليه في جسمك، لان جسمك كله واحد البناء بتاعته خليه. فمحتاجين نعرف ايه اللي حصل للجلوكوز جوه كل خليه. الاجابه موجوده هنا، ان الجلوكوز لما دخل جوه الخليه طلعنا طاقه، ولما طلعنا طاقه اصبحت الخليه نشطه او حيه او شغاله. ساعتها بقى لو كانت خليه عصبيه تبقى انت بتفكر او بتشوف او ولو خليه عضليه يبقى انت بتعمل انقباض وانبساط، وهكذا. كل الخلايا بتاعتك عايزه طاقه اللي هي بالنسبه لنا ATP. يبقى احنا محتاجين نركز في العنوان ده. يبقى احنا كده خلاص فهمنا التنفس الخلوي، معناه ان احنا محتاجين نأكسد الجلوكوز جوه خلايا الجسم بتاعتنا. هرسم لك بقى خليه ونخش جوه ونعرف ايه اللي بيحصل، وده اللب بتاع الموضوع او الاساس بتاع الموضوع. اما الشق الثاني في الفصل اللي هو اسمه تبادل غازي، اللي هو مثلا لو رحنا للانسان هنشوف ازاي بتسحب هواء وازاي بتطلع هواء وتبدل الغاز بغاز. سيب العنوان ده دلوقتي، احنا عايزين نركز في الحصه بتاعت النهارده او في الفيديو بتاع النهارده عن التنفس الخلوي. هيحصل فين؟ يحصل في كل جسمك، وكذلك برضو في النبات، في كل حته في النبات. يبقى محتاجين بقى نفتح صفحه جديده ونقول ان احنا العنوان اللي احنا شغالين عليه النهارده اسمه التنفس الخلوي. تنفس خلوي يعني حاجه بتحصل جوه الخليه. لما اجي اسالك كده سؤال مباشر وعام، ايه هو بالظبط التنفس الخلوي؟ هتقول لي اكسده ماده معينه. يبقى الماده اللي كل الكائنات بتستعملها الجلوكوز، يبقى هتقول اكسده الجلوكوز. يبقى لما اقول لك ايه هو التنفس الخلوي هقول لي هو اكسده الجزيئات اللي في الجسم. مش كله طبعا، جزيئات معينه اللي هي الجلوكوز. السؤال ايه الهدف منه؟ الهدف ان احنا نصنع مركبات اسمها ايه بقى؟ ATP. عايز تقول عليها طاقه؟ صح، بنسميها جزيئات الطاقه او عمله الطاقه في الخليه. ماشي، حلو. انا كده فهمت ان التنفس الخلوي معناه اكسده الجلوكوز هنطلع طاقه.
ايه بقى المفروض نعمله؟ عايزين نعرف المراحل بتاعته، لان اكسده الجلوكوز بتتم على مراحل، فبالتالي هاجي اسالك سؤال تاني، سؤال مباشر. هاجي اقول لك لو سمحت قول لي الاكسده الجلوكوز دي بتتم على كام مرحله؟ فاجي اسالك هنا سؤال اقول لك مراحل اكسده الجلوكوز. هتقول لي يا دكتور المرحله الاولى، المرحله الثانيه، المرحله الثالثه. لسه هعرفك الكلام ده، بس احنا بنسال سؤال عام ناخد اجابته في العموم وبعد كده نخش في تفاصيل. في الامتحان لو حابب يسالك سؤال سهل يسالك سؤال عام بالشكل ده، لو حابب يصعب عليك في الامتحان يسالك سؤال خاص. يبقى احنا تعالى نشتغل كده عام الاول. هنقول ايه هي المرحله الاولانيه؟ اسمها انشطار الجلوكوز. ايه المرحله الثانيه؟ اسمها دوره كريبس. المرحله الثالثه اسمها سلسله نقل الالكترون. حلو. سؤال كام مرحله؟ هتقول لي 3. لما نيجي نصعب عليك شويه هنقول لك المرحله دي بتحصل فين، فنبدا بقى نطلب منك مكان. هتقول لي ان دي بتحصل في السيتوبلازم او في مكان محدد اسمه السيتوسول في الخليه، وانا هرسم لك الخليه دلوقتي واعرفك ايه السيتوبلازم وايه هو السيتوسول، والاثنين دول بيحصلوا في حته اسمها ميتوكوندريا. شاطر. هوريها لك برضو لما نيجي نرسم الرسمه بتاعت الخليه. ماشي. السؤال اللي بعده، انت عايز تدرس الثلاثه دول ليه؟ عشان حضرتك اروح اشوف دي الخطوه دي طلعت كام اي تي بي. يبقى انا عايز اعرف هنا كده في كام اي تي بي. انا هشرح لك خطوات وفي الخطوات هتعرف في كام اي تي بي طلعت. وفي دوره كريبس مطلوب منك تعرف برضو كام. انا هشرح لك. وهنا كام. لو انت قدرت تقول الرقم الكلي كام يبقى انت كده فهمت الدرس، يبقى انت فاهم كل الخطوات. فخد بقى شويه الاسئله المباشره. لو جيت قلت لك مراحل اكسده الجلوكوز ايه هي؟ هتقول لي انشطار الجلوكوز، دوره كريبس، سلسله الالكترون. لو حبيت اخش في معلومه ثانيه هقول لك ده بيحصل فين، ده بيحصل فين. يبقى ده سيتوسول وميتوكوندريا. السؤال بقى اللي بعده اللي هو تفصيلي اكتر، ده طلع كام، ده طلع كام، ده طلع كام. هيبقى هنا كده في اجمالي اللي طلع. ممكن اقول لك بقى اكسده الجلوكوز كلها بتطلع اجمالي كام. يبقى انت لازم يكون معاك الرقم ده والرقم ده والرقم ده والرقم ده. تعالى بقى نبدا بالتفاصيل. بسم الله الرحمن الرحيم. هنيجي نرسم خليه اهو كده. انا رسمت خليه. اكتب كده معايا البيانات. حضرتك البيانات اهو، ده اسمه غشاء بلازمي، مش هنحتاجه قوي النهارده. ماشي. وفي سائل موجود هنا، وفي بقى حاجات زي مثلا في نواه، في حاجه مثلا زي اسمها فجوه، وفي عضيات تانية. بس احنا عايزين نركز قوي 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 في عضي اسمه ميتوكوندريا. يبقى احنا محتاجين هنا كده نرسم عضي اسمه ميتوكوندريا اهو. هو ده رسمة الميتوكوندريا عندنا. احنا مش بندقق حالا على دقة الرسومات على قد ما احنا عايزين ناخد المعلومة العامة. اللي قدامك دي اسمها خلية، وفي مكان مليان سائل اسمه سيتوبلازم، وفي عضيات وكل عضي له اسم. احنا بقى عايزين كل الاماكن دي في حصة النهارده؟ لا، احنا محتاجين بس السيتوبلازم ومحتاجين الميتوكوندريا. يبقى احنا عايزين العضي اللي انا كبرته ده. اسمه ايه بقى العضي ده؟ اسمه ميتوكوندريا. مهم جدا وموجود في النبات وفي الانسان وفي كائنات تانية كتير. محتاجين بقى السيتوبلازم، بس السيتوبلازم محتاجينه كله ولا محتاجين المكان الفاضي اللي ما فيهوش عضيات؟ محتاجين المكان الفاضي. يبقى احنا محتاجين السيتوبلازم، محتاجين السيتوبلازم، او بالتحديد مكان في السيتوبلازم اللي هو الفاضي اسمه السيتوسول. محتاجين السيتوسول. بنسميه تعريف السيتوسول الجزء الغير عضي في السيتوبلازم، يعني الجزء اللي ما فيهوش اي عضيات، مكان فاضي. حلو. احنا كده عرفنا المكان اللي احنا نستخدمه. لو انت رجعت للشريحه اللي فاتت، تعال نرجع كده للشريحه اللي فاتت. تعال نقول الشريحه اللي فاتت اهي. لو جينا قلنا لك الانشطار ده بيحصل فين هتقول لي بيحصل في السيتوسول. لو قلت لك دوره كريبس وسلسله نقل الالكترون بيحصلوا فين؟ في الميتوكوندريا. اذا في مرحله في السيتوبلازم وفي مرحلتين في الميتوكوندريا. طبق بقى الكلام ده معايا هناك في الشريحه اللي بعديها. تعال نشوف اهو. عايزين نعرف مين اللي هيتم هنا ومين اللي هيتم هنا. فانت كده عرفت، انت كده شاطر. اللي هيتم هنا يا فندم، اللي هيتم هنا المرحله الاولى. اسمها ايه بقى المرحله الاولى دي؟ اسمها انشطار الجلوكوز. انشطار الجلوكوز.
ماشي، ايه بقى اللي هيتم هنا؟ احنا كده هيتم رقم 2 دورة كريبس، وهيتم رقم 3 سلسلة نقل الالكترون. فاكر يا دكتور انا قلت لك ان كام اي تي بي من كل مرحله فيهم؟ المرحله دي هتطلع عدد معين، مش عايزين نقوله دلوقتي، عايزين نقوله في اخر الشرح بتاعها. وهنا في عدد وفي عدد، انت شطارتك تبقى عارف الاجمالي كله كام. حلو، انا كده تمام. ايه بقى المطلوب مني تاني؟ مطلوب منك ان احنا نمسك المرحله دي ونقسمها خطوات، ونمسك المرحله دي ونقسمها خطوات، ونمسك المرحله دي نقسمها خطوات، وفي خطوه تطلع اي تي بي وفي خطوه ما تطلعش. عايزين بقى نحسب كل عدد الاي تي بي. يبقى احنا مطلوب مننا ان احنا نكبر اكتر مرحله الانشطار اهو، ونيجي نشرح هنا كده ونشرح خطوات حصلت هنا، وبعد كده نشرح خطوات حصلت جوه. تعالى نبدا هنا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هنمسك جلوكوز. رمز الجلوكوز لازم تبقى عارفه سي 6 سي 6 اهو، اتش 12 و 6. مين المركب اللي قدامك ده؟ اسمه الجلوكوز. جميل، ده مركب اسمه جلوكوز، هيتحول الى مركب اسمه جلوكوز 6 فوسفات. استنى هعرفك الكلام ده معناه ايه. ثم هنحوله الى جلوكوز، الى فركتوز 6 فوسفات، ثم هنحوله الى فركتوز 1 و6 ثنائي الفوسفات. هنعرف الكلام ده كله معناه ايه. ثم بعد كده هنمسك المركب ده نقسمه الى 2 مركب، واحد اسمه فوسفوجليسرا الدهايد. ايوه انت بتشبه على الكلمه دي، سمعتها قبل كده في الفصل الاول بيجال. وفوسفوجليسرا الدهايد اللي احنا بنسميه بيجال او بيجال او بي جي اي ال. طيب، ثم اخر خطوه هنعملها ان احنا نمسك المركب ده نحوله الى مركب اسمه حمض البيروفيك، وكذلك هنا هنقول حمض البيروفيك. ايوه استنى بقى كده عشان ايه، محتاجين نقف خطوه هنا كده ونفهم الدنيا ماشيه ازاي. المركب ده اسمه سي 3 اتش 4 و3، سي 3 اتش 4 و3. كده احنا وصلنا لنهايه الانشطار بتاعنا. عايز اسالك شويه كام سؤال كده ورا بعض عشان نفهم انت فاهم ولا لا. احنا شغالين في انهي مرحله دلوقتي؟ تعالى كده نقرب كده الشاشه دي كده بالنسبه لنا. احنا كده هنيجي اسالك سؤال، هنقول لك احنا شغالين في انهي مرحله، فانت هترد وتقول احنا شغالين في مرحله انشطار الجلوكوز. لو جيت سالتك بقى مرحله انشطار الجلوكوز دي بتتم على كام خطوه، فتيجي تقول لي ان هنا كده في خطوه، هنا كده في خطوه، هنا كده في خطوه، هنا كده في خطوه، وهنا كده خطوه متكرره اهي، يبقى كده 5. يبقى انشطار الجلوكوز كمرحله تم في منطقه اسمها السيتوسول. بتتم فين بالتحديد؟ في السيتوسول، في السيتوبلازم. بتتم فين بالتحديد؟ في السيتوسول. طب بتتم على كام خطوه؟ على 5 خطوات. السؤال اللي بعده، الجلوكوز ده اتقسم لايه؟ ل2 بيروفيك، اتقسم نصين 2 بيروفيك، عشان كده سميناها انشطار الجلوكوز. تمام. حضرتك ايه الخطوات؟ حولنا الى كذا الى كذا الى كذا الى كذا الى كذا. احنا المركبات دي شكلها مش علينا، ولكن لو جيت سالتك سؤال قلت لك مثلا كام عدد ذرات الكربون هنا، فتيجي تبص كده هتقول ان هم 6 ذرات كربون. يعني الجلوكوز ده فيه ذره كربون، ذره كربون، ذره كربون، ذره كربون، كربون، كربون. كده كام ذره كربون؟ 6. اصبح هنا بنقول جلوكوز 6 فوسفات، معناها برضو ان هم ما زالوا 6 ذرات كربون. بس حضرتك الذره الكربون رقم 6، يعني ده 1 2 3 4 5 6. ذرة الكربون رقم 6 مسك فيها فوسفات. الكلام ده عضوية ثالثة ثانوي عام، ولكن أنا عايز أفهمك إيه اللي حصل بالظبط عشان كده نقول المسمى ده. معناها إن المركب ده سداسي كربون والمركب ده سداسي كربون، ولكن ذرة الكربون رقم 6 مسكت فيه فوسفات. بنفس المنطلق حاول تفهمني إيه اللي حصل هنا. اللي حصل هنا إن إحنا حولنا مركب الجلوكوز إلى مركب اسمه فركتوز، هو نفس عدد الذرات ولكن في اختلاف في الشكل الهندسي بتاعه، وبالتالي هنقول برضو ان هو في كام ذره كربون؟ في 6. ماشي، تعالى نرقمهم. حاضر من عينيا. تعالى نرقم 1 2 3 4
5 6. يبقى اصبح الشكل الهندسي بتاع الحاجات دي اتغير، ولكن احنا لسه برضو معانا في ذره الكربون رقم 6 معانا مجموعه فوسفات. حلو، جميل الكلام ده. عايزين بقى نعرف حاجه، المركب اللي بعده كام ذره كربون؟ 1 2 3 4 5 6. هو الفركتوز. يلا نرقم، انت كده شاطر. تعالى نرقم 1 2 3 4 5 6. بس المره دي بقى ذره الكربون رقم 6 معاها فوسفات، وذره الكربون رقم 1 معاها فوسفات، وبالتالي هنسميه فركتوز. ذره الكربون رقم 1 وذره الكربون رقم 6 معاهم 2 فوسفات. جميل. السؤال بقى اللي بعده او المعلومه اللي بعده، احنا عايزين نعمل ايه في المركب ده؟ عايزين نقسمه نصين. هناخد دي نحطها هنا، هناخد دي نحطها هنا، فاحنا نيجي نجيب ده ونقسمه نصين. ماشي، تعالى نعمل الكلام ده. هيبقى معانا هنا كده بيجال اللي هو 3 ذرات كربون، ومعانا هنا كده بيجال، بس هنحط حضرتك هنا معانا مجموعه فوسفات، وهنا كده معانا مجموعه فوسفات. سميه بقى، هنسميه فوسفو جليسرالدهيد. فوسفو جليسرالدهيد. يبقى انت قسمت الجلوكوز الى 2 فوسفو جليسرالدهيد. ثم في الخطوه رقم 5 دي هيطير الفوسفات، فنتحول الى بيروفيك، نتحول الى بيروفيك. كده انا فهمتك الخطوات التفصيليه. لو حسيت ان الموضوع دسم اقعد راجع الفيديو تاني، راجع الخطوات تاني، لان هو الموضوع فعلا فيه خطوات كتيره. طيب نيجي بقى نلم الموضوع، نقول ايه المطلوب منك في ال5 خطوات دول؟ مطلوب منك تعرف مين الخطوه بالتحديد اللي طلعت طاقه، وتعرف طلعت كام طاقه. تعالوا نرجع كده، في كام خطوه؟ في 1 في 2 في 3 في 4 في خطوه 5. تعالوا نرجعهم خطوه خطوه. الخطوه دي استهلكت طاقه. ايوه انت سمعت صح، استهلكت طاقه مش انتجت طاقه. وانا بشرح كل الدرس ده عشان نشوف الانتج اللي هو تم انتاجه، لكن الخطوه دي استهلكت. اصبر هتفهم دلوقتي. الخطوه دي ما استهلكتش ولا انتجت طاقه، لكن الخطوه الثالثه استهلكت طاقه. الخطوه الرابعه لا استهلكت ولا ادت طاقه، ولكن الخطوه الخامسه اللي هي متكرره اللي ليها فرعين، هنطلع من الجنب ده 2 طاقه، وهنطلع بالمثل في السهم الثاني ده 2 طاقه. ايوه انت بتحسب معايا دلوقتي. احنا هنا كده استهلكنا 2 طاقه، الخطوات دي استهلكت، لكن الخطوه الاخيره انتجت. فانت شوف الانتاج العام وشوف الاستهلاك واخصم ده من ده. احنا انتجنا 2 وانتجنا 2 يبقى انتجنا 4، واستهلكنا 2 يبقى اجمالي المكسب من ال5 خطوات 2 اي تي بي. كده انت شاطر، كده انت 100 100. كده انت بتقول يا مستر احنا الانشطار طلع بسم الله الرحمن الرحيم 2 اي تي بي. جميل. طب ما تيجي ترجع بقى كده معايا، انت كده شطور. تعال نرجع هنا، هاجي اسالك لو سمحت الانشطار في السيتوبلازم ال5 خطوات طلعت كام؟ انت كده فكيت اللغز ده، هنقول عليه 2 اي تي بي. يلا بقى، يلا يا شطور، احنا محتاجين دي ومحتاجين دي عشان نشطب الفيديو بتاعنا. تعال كده نروح لبقيه الكلام بتاعنا. تعال نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا هنا كده ايوه اهو. تعال نسال سؤال. السيتوبلازم اللي هو السيتوسول حصل فيه انشطار الجلوكوز، طلع كام؟ 2 اي تي بي. ممتاز جدا جدا جدا. هناخد بقى الاثنين بيروفيك دول ونعمل فيهم خطوات جوه الميتوكوندريا. الخطوات دي قسمناها مرحلتين، مرحله دور كريبس، مرحله سلسله الالكترون. عايزين نعرف ده طلع منه كام، ده طلع منه كام، عشان نجمع كله مع بعضيه. كده الكلام بالنسبه لنا واضح؟ ايوه. بس حضرتك احنا محتاجين نفهم حاجه قبل ما نسيب الانشطار ونيجي دور الكريبس. لو رجعت كده ورحت مزوم كده ورحت موضح الكلام اللي قدامك ده، هتلاقي في نقطه كده مهمه جدا. ايه هي النقطه دي؟ ان احنا هنا كده في الحته دي في 4 اتش، وهنا كده في 4 اتش. لا طب ما احنا لو جمعنا 4 زائد 4 هيدي 8، هنا موجود 12. لكن الحسبايه بتاعت السته والسته مظبوطه، 3 3 3 3. ايوه عايز تقول ايه؟ عايز اقول ان من ضمن ال5 خطوات اللي حصل هنا حصل فقد هيدروجين، زي ما حصل فقد طاقه حصل فقد هيدروجين. انهي خطوه بالتحديد من ال5 اللي حصل فيها فقد هيدروجين؟ الخطوه رقم 5. تعالى بقى نشوف الكلام ده كده. تعالى نقول هنا كده حصل فقد اتش او اتشات، هنا حصل فقد اتش. جميل. زي ما عملنا بالظبط في البناء الضوئي في الفصل الاولاني،
الاتش ده محتاجين نحمله على حاجه عشان ما يعملش مشكله في الخليه، فبالتالي احنا هنستعين بمركب اسمه ناد. فنلاقي هنا كده طلع معانا ناد اتش. هنا كده محتاجين نطلع المركب ده، فنلاقي نفسنا طلعنا ناد، هنسميه ناد اتش. كده سؤال، لو جيت قلت لك الانشطار طلع ايه؟ انت بتسأل على طاقة ولا بتسأل على حاجة تانية؟ بسأل على الاي تي بي. طب وطلع معانا ايه كمان؟ وطلع معانا 2 ناد اتش. نيجي نسميهم كده وهنسميهم 2 ناد اتش. هنعرف ايه الناد اتش ده وهنعرف هو بتاع ايه، بس كمل معايا القصة. وطلع بقى في النهاية كام حمض؟ هنقول طلع 2 حمض بيروفيك. على فكرة ده سؤال لوحده واجابته موجودة. لو جه قال لك الانشطار طلع ايه؟ هتقول له طلع 2 اي تي بي وطلع 2 ناد اتش وطلع 2 حمض بيروفيك. لكن لو سالك على الاي تي بي بس هتقول له كام؟ 2. كده احنا جمال جدا جدا جدا. قول لي بقى هنعمل ايه؟ هنعمل ايه يا فندم؟ هنعمل حالا هنمسك الاثنين بيروفيك دول ندخلهم جوه الميتوكوندريا. يبقى احنا محتاجين نكبر ونعرف ايه اللي هيحصل في الاثنين حمض بيروفيك جوه الميتوكوندريا. كده تمام. كده انت هتبدا في شرح اكسده الجلوكوز. هنمسك بسم الله الرحمن الرحيم، هنمسك المركب اللي هو حمض بيروفيك وندخله من الغشاء الاولاني وده الغشاء الثاني، هندخله ما بين الاثنين ونعمل معاه عمليه. نفس نظام حمض البيروفيك ده هيحصل فيه نفس الكلام. المركب ده فيه كام ذره كربون؟ فاكر؟ ده فيه 3 ذرات كربون، يبقى ده برضه فيه 3 ذرات كربون. هنا نفس النظام فيه 3 ذرات كربون. خد بقى المركب ثلاثي كربون ده دخله جوه، خد المركب اللي فيه 3 كربون دخله جوه، واحنا بندخله جوه الموضوع ده طلع مشروط، يعني ما بيتنفذش الا بشرط معين. ايه هو بقى الشرط المعين ده؟ ان لازم يكون فيه اكسجين. يبقى اصبح في شرطين. الخطوه دي اللي انا لسه ما كملتهاش لازم تحصل في المكان ده ما بين الغشائين، ده الشرط الاول. الشرط الثاني ان عمرها ما تحصل الا لما يكون في اكسجين طبقا للمنهج بتاعنا. يبقى احنا محتاجين هنا كده نضيف اكسجين، يبقى هنضطر نروح نجيب من الوعاء الدموي اكسجين. جاي لنا الاكسجين اهو، هينضم مع الخطوه دي، يبقى احنا كده في اكسجين في الخطوه دي. بالمثل بالظبط هينضم هنا كده اكسجين، يبقى معانا هنا كده اكسجين. ماشي جميل. لما نضيف بقى الاكسجين هتلاقي في كربونه من دي اتشالت واتشال معاها هيدروجين واتشال معاها اكسجين. طبعا احنا مش محتاجين نخش في تفاصيل شديده، بس حضرتك هنا كده في الخطوه دي طلع معانا CO2. في الخطوه دي طلع معانا CO2 وبرضه طلع معانا هيدروجين. وانت عارف يا شطور ان الهيدروجين لما بيطلع بنحمله على مين؟ شاطر. زي ما عملنا في الخطوه اللي قبليها هنحمله على مركب اسمه ناد. يبقى نشيل ده للناد ونشيل ده للناد. يبقى انت عارف ايه اللي انتج ناد اتش، انتج ناد اتش. ونعدل ده كده ونقول عليه ناد اتش. حلو. استنى، عايز اسالك سؤال قبل ما نكمل. ايه اللي احنا خلصناه هنا؟ خلصنا الانشطار. انتجنا ايه في مجمل الانشطار؟ انتجنا 2 اي تي بي و2 ناد اتش. انا بعيد وازيد معاك عشان تفهم اكتر واكتر. الخطوه بقى اللي حصلت هنا ضافت ايه؟ طلعت طاقه؟ لا. يبقى ما زال الى الان معاك 2 اي تي بي بس، وده هدف الدرس كله. بس عدد الناد اتش طلعت من الانشطار في الخطوه اللي فاتت دي طلعت 2 ناد اتش، وفي الخطوه دي طلعت 2 ناد اتش، يبقى كده الاجمالي 4 ناد اتش. جميل. السؤال بقى لو احنا كبرنا كده المركب اللي طالع معايا، لما انت كان معاك مركب ثلاثي الكربون وشلت منه كربون، يبقى المركب اللي اتبقى معاك هنا فيه كام كربون؟ في حضرتك في 2 اهو، واحده بواحده، كان 3 بقوا 2. المركب ده 3 بقى بالمثل 2. المركب ده عايزين بقى نسميه، اسمه اسيتيل. ده اسمه اسيتيل. بس حضرتك الخطوه دي برضو محتاجه حد يساعدها او حد يسهل الخطوه، حاجه اسمها مرافق الف.
مرافق انزيم الف. يبقى المنتج ده عباره عن اسيتيل بس مع حاجه اسمها مرافق انزيم الف، يبقى نكتب اسيتيل مرافق انزيم الف. حاجه بتسهل بس الخطوه اللي تمت دي. هنا نفس النظام، هنقول اسيتيل بس مع البتاع اللي اسمه مرافق ده فنسميه اسيتيل مرافق انزيم الف. كده احنا تمام. السؤال اللي ما تنساوش، كام اي تي بي الى الان؟ 2 اي تي بي. كام ناد اتش؟ 4 ناد اتش. ايه اللي انت هتعمله؟ همسك الاسيتيل هعمل معاه حاجه اسمها دور كريبس، همسك الاسيتيل هعمل معاه حاجه اسمها دور كريبس. تعال نشوف كده. تعال نشوف يا فندم، احنا كده ما زلنا جوه الميتوكوندريا، محتاجين نمسك المركب ده نعمل له دور كريبس. نمسك المركب ده نعمل له دور كريبس. تعال كده نبدا مع بعض. المركب ده فيه كام كربون؟ فيه حضرتك 2 كربون، محتاجين نحوله الى مركب، ثم نحوله الى مركب، ثم نحوله الى مركب، ثم نحوله الى مركب، ثم الى مركب اخير. يبقى احنا كده معانا مركب 2 3 4 5. عايزين نعرف بقى ده فيه كام كربون؟ فيه كام كربون؟ كام كربون؟ كام كربون؟ كام كربون؟ تمام؟ تعالوا نبدا كده مع بعض. هنا كده المركب ده هيكون فيه 6 كربون. غريبه، ازاي مركب 2 كربون اتحول الى مركب فيه 6 كربون؟ هنعرف دلوقتي. وهنا كده المركب ده فيه 5 كربون. سهله، المركب السداسي يتحول الى مركب خماسي كربون، دي مفهومه. لكن 2 كربون يتحول الى 6 دي اللي لسه مش مفهومه. من مركب خماسي كربون هيتحول الى مركب رباعي الكربون. المركب رباعي الكربون هيتحول الى مركب رباعي الكربون. ايوه 4 هتتحول ل4، هتفهم دلوقتي. المركب رباعي الكربون هيتحول الى مركب رباعي الكربون. لو انت مش فاهم دي هتفهم اكتر واكتر، بس امشي معايا. المركب الاسيتيل ده هيعمل زي مركب الاسيتيل ده بالظبط. يعني قول لي كده حضرتك ايه اللي هيحصل؟ تعالى نمشي مع بعض. المركب اللي هو الاسيتيل ده هيتحول الى مركب سداسي كربون. شاطر، زي ما حصل هنا. ثم كمل سداسي كربون زي ما حصل هنا. عفوا خماسي كربون، ثم بعد كده رباعي الكربون، ثم بعد كده رباعي الكربون، ثم بعد كده رباعي الكربون. ايوه، نسال بقى سؤال. المركب اللي هو ثنائي الكربون ده هيتحول ازاي الى 1 2 3 4 5 6؟ ازاي الاثنين هيدونا 6؟ شايف المركب اللي انتج من الدوره اللي فاتت؟ هناخده وندخله معانا هنا. يبقى احنا نقول لو سمحت المركب الرباعي الكربون اللي انتج من اللفه اللي فاتت يجي معانا ويخش في التفاعل ده. يبقى هنقول ايه بقى؟ هنقول ان الاسيتيل هيتحول الى مركب سداسي كربون عن طريق اتحاده باخر مركب انتج من الدوره اللي فاتت. كلام جميل. طب الاسيتيل ده هيتحول ازاي الى مركب سداسي؟ نفس الكلام، في مركب رباعي الكربون هيتضاف معانا. جه منين بقى المركب ده؟ ده السؤال اللي انت بتساله في دماغك دلوقتي. المركب ده جه من دوره لسه خلصانه لجلوكوز فات، وكذلك اللي قبله وكذلك اللي قبله. يبقى الجلوكوز بيسلم لجلوكوز، جلوكوز بيسلم لجلوكوز، يبقى اصبح المركبات دي بتسلم للمركبات دي. يبقى اذا التفاعل ده بينتهي ببدايه دي، وهكذا. يبقى الموضوع ده عمال يتكرر، عشان كده بنسميه دوره كريبس. يبقى احنا كده رحنا مسمينه دوره، واللي اكتشفها كريبس يبقى بنسميها دوره كريبس. قبل ما نخش في التفاصيل نيجي نسال سؤال. انت قدامك هنا كده في كام دوره كريبس؟ 2. السؤال ليه في 2؟ عشان احنا عندنا 2 اسيتيل. طب احنا ليه في 2 اسيتيل؟ عشان في 2 بايروفيك ونطلع فوق في جلوكوز واحد. اذا السؤال اللي جه قبل كده في الامتحانات الجلوكوز الواحد بيحصل له كام دوره كريبس؟ 2. عشان احنا عندنا كام اسيتيل؟ 2. عايزين نخش بقى في تفاصيل اكتر. انت كده قلت هنا ان ده مركب سداسي كربون. تعال كده نكتب الكلام ده. ده مركب سداسي كربون يعني فيه 6 كربون. ده مركب خماسي الكربون، ده مركب رباعي الكربون، ده مركب رباعي الكربون، ده مركب رباعي الكربون. اسمائهم علينا، ولكن مش عايزك تركز في الاسم دلوقتي. هقول لك الاسماء بس ركز معايا في حاجه. احنا ليه اصلا عملنا الخطوات دي كلها؟ يعني هنا كده الخطوه رقم 5 لو انت فاكر، دي الخطوه السادسه، السابعه، الثامنه، التاسعه، العاشره، ال11. دي الخطوه ال11 ودي شغالين في المرحله الثانيه. الخطوات دي كنا بنعملها عشان احنا نطلع اي تي بي. فبص كده، لو احنا كده جينا رجعنا، تعالى نرجع مع بعض.
وعايزك بس معلش تسمي معايا او ترقم معايا الخطوات عشان هنفهم حاجه. احنا هنا كده خطوه رقم 1 2 3 4 5. هكبر لك شويه هكبر لك شويه. 1 2 3 4 5. والخطوه دي رقم 6 اهو. تعالى نكتبها لك بنفس اللون عشان تظبط الدنيا معاك. نيجي نقول هنا كده اهو، نكتب كده 6، هنا كده 7، هنا كده 8، هنا كده 9، هنا كده 10، هنا كده 11. بالمثل طبعا هنا دي الخطوه رقم 6، هنا خطوه 7، هنا 8، هنا كده 9، هنا كده 10، هنا كده 11. بص السؤال هنا الخطوه رقم كام اللي طلعت اي تي بي؟ الخطوه رقم 5. طيب الخطوه رقم 6 طلعت اي تي بي؟ لا. 7 طلعت اي تي بي؟ لا. 8 لا. 9 لا. 10 ايوه 10 طلعت 1 اي تي بي. نطلع 1 اي تي بي. بالمثل على فكره هنا برضو 10 طلعت اي تي بي. اعتقد انت كده جاوبت السؤال. ان دوره كريبس الواحده على الهري ده كله طلعنا كام اي تي بي؟ 1. دوره كريبس طلعت كام؟ 1. بما ان هما دورتين كريبس يبقى طلعنا كام؟ 2. اعتقد انت فهمت انا عايز اقول ايه. انا عايز اقول تعال نروح للشريحه اللي فاتت ونقول دوره كريبس. ايوه طلعت كام؟ يبقى نكتب هنا كده كام؟ يبقى نكتب هنا كده يا فندم ان احنا معانا 2 اي تي بي. هانت. باقي سلسله 2 الكترون ونجمع 2 و2 4 ونشوف ده كام، يبقى الاجمالي كام، يبقى احنا كده خلصنا. نرجع بقى عشان عايزين نضيف معلومه في دوره كريبس. معلومه في غايه الاهميه بتقول ايه؟ ان اثناء تحويل ده لده ضفنا مركب رباعي الكربون، لكن لما نيجي من هنا لغايه هنا من سداسي كربون لخماسي كربون بتشبهني بثلاثي كربون بثنائي الكربون. يعني حضرتك احنا هنفقد هنا كده اتش، هنفقد اتش زي ما فقدنا هنا كده اتش هنفقد اتش برضه، زي ما فقدنا هنا كده اتش هنفقد اتش. بس الخطوه من ثلاثي الى ثنائي 2 فقدنا CO2، كذلك برضو من سداسي كربون الى خماسي كربون هنفقد CO2. يعني محتاجين هنا كده نطلع CO2. تعال نطلع CO2. طبعا الاتش ده هنشيله على الناد، يبقى تروح تشيله على الناد فهيصبح اسمه ناد اتش. يبقى لما بنحول مركب ثلاثي كربون لخماسي كربون بنفقد CO2 وبنفقد اتش نحملها على الناد يبقى يصبح اسمه ناد اتش. زي ما عملت هنا اعمل هنا بالظبط. مركب خماسي كربون مركب رباعي الكربون هنحول من هنا لهنا يبقى لازم نفقد اتش، وانت عارف هنحملها على ايه. وفي نفس الفكره بالظبط هنفقد برضو CO2 يبقى نفقد هنا كده CO2. على فكره انت بتعد معايا CO2 وبتعد معايا الناد اتش. نيجي هنا كده نشيله على الناد فيصبح اسمه ناد اتش. ناد اتش. عايز اسالك سؤال، لغايه دلوقتي في كام ناد اتش طلعت؟ حاضر بص هنا كده من ايام الفوسفوجليسرالدهيد للبيروفيك في 1 ناد اتش اهو. من ايام حمض البيروفيك للفوسفوجليسرالدهيد في 1 ناد اتش. من المركب السداسي للخماسي في 1 ناد اتش. من مركب خماسي الرباعي في 1 ناد اتش. لسه هكمل في ناد اتش تاني. بس كام CO2 من هنا لهنا كده؟ ادي 1 اهو، ادي 2، ادي 3. طب انت محتاج لو احنا كبرنا هنا كده اهو، تعالى نكبر. تعالى نكبر. انت شايف من مركب رباعي الكربون لمركب رباعي الكربون فقدنا الكربونات يعني سي وسي وسي؟ لا. يبقى هنا كده من الخطوه دي للخطوه دي مش هنطلع CO2. ممنوع نطلع CO2. يعني ما ينفعش هنا كده نرسم ونقول CO2، لا الكلام ده كده غلط. فنمسح الكلام ده اهو، نمسح ده، نمسح ده. رحت فين؟ نمسح يا فندم كده تمام. حضرتك هنا كده مش هنطلع CO2، احنا هنطلع اتش. يعني هنا كده ذرات الكربون دي كان معاها مثلا اتش، سوري كان معاها، ارجع يا فندم، هنا كده كان في مثلا اتش. يبقى الاتش دي هتمشي، بس حضرتك هي بتطلع على شكل H2. يبقى هنا كده طالع من السهم ده H2.
مين اللي يشيلها؟ ناد؟ لا مش ناد، بيشيلها حاجه اسمها فاد. يبقى انا كده نستعين بمركب غريب شويه، اول مره نستعمله في المنهج ده، هنشيله على حاجه اسمها ناد، فيصبح المركب اسمه فاد H2. ايوه فاد H2. انت كده مصحصح معايا اهو. طيب اخر خطوه بقى بالمره، طلع منها ايه؟ H ولا H2؟ طلع منها H، وطالما طلع منها H يبقى احنا نحملها على مين؟ على الناد. يبقى نشيل هنا كده ناد، يبقى يتحول الى ناد H. انا خلصت كل الخطوات اللي في دورة كريبس. ارجع لي بقى كده، راجع معايا. اسيتيل اتحول الى سداسي ثم خماسي ثم رباعي رباعي رباعي. يبقى احنا كده ضفنا خطوه رقم 7 8 9 10 11. في الخطوه رقم 7 ضفنا مركب رباعي كربون فاصبح 6. من 6 ل 5 طلعنا اتش وطلعنا سي او 2. من 5 ل 4 طلعنا اتش وسي او 2. من 4 ل 4 طلعنا اتش 2 واي تي بي. من 4 ل 4 طلعنا اتش 2 بس. انا عايزك تركز على حاجه، كام اي تي بي الى الان؟ قلنا واحده وواحده وحسبناهم وكتبناهم عند دوره كريبس. لكن كام ناد اتش؟ بص يا فندم، ناد اتش اهو حسبناها، ادي هنا كده في واحد اهو، ده واحد ناد اتش، هنا كده في 2 ناد اتش، هنا كده في 3 ناد اتش، هنا كده في 4 ناد اتش، وفي واحده ناد اتش اخيره اهي، يبقى كده 5. 5 في الجنب ده و5 في الجنب ده، يبقى انا شايف ان انتج معايا كام ناد اتش؟ 10 ناد اتش، دي 10 طبعا. طيب وكام فاد اتش 2؟ هنا كده في مركب اهو اسمه فاد اتش 2، وهنا كده يبقى في مركب فاد اتش 2، يبقى هنا كده 2 فاد اتش 2. طيب لو انا جيت سالتك سؤال وقلت لك دور الكريبس الواحده، وده سؤال مشهور جدا في الامتحانات، بيطلع منه كام اي تي بي؟ هتقول لي 1 اي تي بي. طب لو قلت لك دورتين كريبس طلع منهم كام اي تي بي؟ هتقول لي 2 اي تي بي. طب لو سالتك بقى دور الكريبس دي اللي هي من اول هنا لغايه هنا اللفه دي طلع منها كام سي او 2؟ هيبقى 1 وواحد. طب دور الكريبس بالمثل بالظبط، فاحنا بقى نيجي نعمل حركه جميله قوي هتفيدنا جدا في الحل. هنقول دور الكريبس الواحده طلع منها ايه؟ هتقول لي والله طلع منها 1 اي تي بي. طب طلع كام ناد اتش؟ طلع 3 ناد اتش. طب طلع كام فاد اتش 2؟ طلع 1 فاد اتش 2. طب طلع كام سي او 2؟ 2 سي او 2. يبقى لو جه سالك وقال لك دور الكريبس الواحده بيطلع منها كام اي تي بي؟ قول له 1. طب لو حب يسال بقى على كذا حاجه هقول له 1 اي تي بي، 3 ناد اتش، 1 فاد اتش 2، و2 سي او 2. يبقى انا كده اجاباتي جاهزه. ما تعرفش بقى تقول لي كام سي او 2 في المجمل؟ حاضر، تعالى كده نصغر الدنيا ونلم الموضوع. هنا كده في الخطوه بتاعت البيروفيك للاسيتيل طلع سي او 2، وانت بقى جوه دور الكريبس طلع 2 سي او 2، يبقى واحده اهي واثنين في دور الكريبس يبقى 2، وهنا واحده اهي واثنين هنا هم، يبقى 3 في الجنب ده و3 في الجنب ده، يبقى اجمالي طلع معايا 6 سي او 2. ماشي. الاي تي بي بقى الانشطار طلع منه 2 اي تي بي، والاثنين دور الكريبس طلع 2 اي تي بي. يبقى انا دلوقتي خلصت مرحلتين، مرحله اسمها انشطار الجلوكوز ومرحله اسمها دوره كريبس، وناتج كل اللي حصل معايا 2 اي تي بي و2 اي تي بي و6 سي او 2 و10 اتش و2 فات اتش 2. كده بقى لنا مرحله وعايزين نعرف طلع منها كام طاقه. ايه هي بقى المرحله اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي؟ سلسله نقل الالكترون. بتحصل فين بقى سلسله نقل الالكترون؟ بتحصل هنا اهو، بتحصل في الغشاء الداخلي للميتوكوندريا في الحته دي. وعلى فكره كل ما نتني في الغشاء كل ما يزود المساحه. دي حاجه كده في الاحياء بتقول كل ما نتني كل ما نزود المساحه بتاعه التفاعل اللي بيحصل هنا. احنا لما جينا قربنا وعملنا الزوم في المكان ده لقينا ان في ماده كيميائيه موجوده في المكان ده. اسمها بقى ايه الماده الكيميائيه دي؟ اسمها سيتوكرومات. انا بدلعها وبقول لها الست كريم. السؤال، الست كريم موجوده فين؟ او السيتوكرومات موجوده فين؟ موجوده على الغشاء الداخلي للميتوكوندريا. طب لما يكون الغشاء الداخلي بتاع الميتوكوندريا عامل ثنايات يبقى احنا كده هنكتر من كريم ولا لا؟ ايوه هنكتر من كريم او هنكتر من السيتوكرومات. حلو، ما تيجي نقرب اكتر واكتر. السيتوكرومات دي بتعمل ايه؟ تعال نشوف. اكتشفنا ان السيتوكرومات عندها مستويات طاقه بتاعت الكيمياء اللي شرحناها قبل كده في المغنيسيوم. السيتوكرومات دي بتروح مكلمه الناد وتقول له يا ناد الاتش اللي معاك فيه الكترون، ما تديني الالكترون ده
اخده وابدا انقل الالكترون من مستوى عالي لمستوى قليل، مستوى عالي لمستوى قليل. وانتوا عارفين من ايام الكيمياء وعارفين من ايام الفصل الاولاني بتاع المغنيسيوم ان انتقال الالكترون من مستوى عالي لمستوى قليل يطلع طاقه. انطلاق الالكترون من مستوى عالي لقليل يطلع طاقه. يطلع طاقه. حلو. طب الطاقه دي ينفع نستغلها؟ ايوه، حطها في رابطه بين الاي دي بي والفوسفات، فيقوم ينتج من كل الخطوه اللي قدامك دي اي تي بي. اضافه الفوسفات ده بنسميها فسفره، والفسفره دي ناتجه من اكسده الجلوكوز والالكترونات، يبقى نسميها فسفره تاكسديه. تاني هرتب لك الموضوع كده ببساطه والشياكه وتسهل عليك الدنيا. احنا شغالين في مرحله دلوقتي اسمها مرحله ايه؟ مرحله سلسله نقل الالكترون. هبسط لك الدنيا. مرحله اسمها سلسله نقل الالكترون. ليه سموها سلسله نقل الالكترون؟ لان في جزيء كيميائي واقف على الغشاء الداخلي بياخد الكترون من الناد والفاد ويبدا ينقله، فسميناها سلسله نقله الالكترون. مين الجزيء اللي بياخد الالكترون وينقله؟ اسمه سيتوكرومات. كل ما تكتر منه كل ما تكون تحصل سلاسل كتيره. ماشي. سؤال، السيتوكرومات بتاخد ايه؟ بتاخد الكترون. بتاخده من مين؟ من الناد، او ممكن تاخده من الفاد H2. ممكن ناخد الكترون من الناد او الفاد. جميل. فلما ناخد الكترونات من الناد والفاد بنعمل معاها ايه؟ بنحطها في المستوى العالي ثم بعد كده قليل قليل قليل. وحته ان انا انقل الالكترون من عالي لقليل اخدناها قبل كده. بيحصل منها انطلاق طاقه. طب الطاقه دي ينفع نستفاد بيها؟ ايوه، بنشيلها في رابطه ما بين الاي دي بي والفوسفات، فبينتج معانا في الاخر خالص مركب اسمه اي تي بي. التفاعل ده بنسميه في الكيمياء فسفره، فسميناها فسفره تاكسديه. احنا عندنا في الفصل الاولاني فسفره ضوئيه بيحصل فيها نفس التفاعل ده ولكن جاي من الضوء، والمغنيسيوم هو اللي بيعمل الكلام ده. فصل اول ما نشغلش بالنا دلوقتي، احنا في الحته دي يبقى اسمها فسفره تاكسديه. السؤال بقى، عايز اعرف كام اي تي بي؟ كام؟ لو احنا هناخد الكترونات من الناد اتش بنطلع 3 اي تي بي، ولو هناخد الكترونات من الفاد اتش 2 هنطلع 2 اي تي بي. استنى، تعالى كده نحسبها مع بعض. تعالى هنا هنقول يا فندم، تعالى كده نكبر الحته دي، او هقول لك على حاجه، تعالى نرسمها هنا كده. مش انت بتقول ان انت معاك 10 ناد اتش؟ ماشي. السيتوكرومات بتقول لي ايه بقى؟ بتقول لي لو انت معاك 1 ناد اتش، الواحد ناد اتش ب3 اي تي بي. يعني السيتوكرومات ست ام كريم بتقول للواد نادي، يا نادي اديني الكترونات عندك وانا هاخد الالكترونات ديت وابدا اعمل بيها 3 اي تي بي. اما انت يا فادي اديني الكتروناتك وانا هحول الالكترونات دهيت او اشتغل بيها واعمل بيها 2 اي تي بي. جميل. تعالى بقى نشغل الاله الحاسبه ونقول يا فندم ايه اللي هيحصل دلوقتي. حضرتك انت معاك هنا 10 ناد اتش والواحد بيدي 3، يبقى 10 في 3 ب 30. شطور، بتعرف تحسب. و2 في 2 شطور ب4. اذا حضرتك اديت للسيتوكرومات 10 ناد اتش و2 فاد اتش 2، هي راحت مديلك كام؟ 34. حلو قوي السيتوكرومات دي، ربنا يبارك فيها. بس اكيد انت فهمت انا عايز اعمل ايه دلوقتي. انا عايز ارجع خطوه، شاطر، واروح رايح لسلسله نقل الالكترون واقول لك لو سمحت طلع كام؟ من عينيا حاضر اهو 34 اي تي بي. شطور. ايوه احسب بقى، احسب 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 احسب. 2 و2 و34 بالاله يا شطور، يبقى 38 اي تي بي. الحمد لله على السلامه. احنا كده اثبتنا ان احنا او طلعنا 38 اي تي بي. عايز بقى اسالك سؤال مباشر وتجاوب اسئله مباشره عشان ده بتيجي في الامتحانات. السؤال بيقول احنا بنعمل حاجه اسمها ايه في الفصل الثالث؟ التنفس الخلوي. معناها ايه التنفس الخلوي؟ اكسدت جلوكوز عشان نطلع في الاخر ايه؟ اي تي بي. لو انت بقى اكسدت جلوكوز واحد بتاكسده على كام مرحله؟ 1 2 3. مجمل المراحل دي طلعت كام؟ 38 اي تي بي. ممتاز. السؤال بقى الثاني، الانشطار طلع كام؟ 2. دوره كريبس طلعت كام؟ 2. الدورتين طلعوا 2، الدوره الواحده طلعت 1. سلسله نقل الالكترون طلعت 34. ماشي. شوف بقى السؤال الذكي الرخم اللي مرخم عليا، بيقول السيتوبلازم او السيتوسول طلع كام؟ هتقول لي 2 اي تي بي. الميتوكوندريا طلعت كام؟ طلعت ده وده عشان حصل فيها ده وده، يبقى الميتوكوندريا لوحديها طلعت 36. هكتب لك الملحوظه دي، ده طلع 2 اي تي بي
وده طلع 36 اي تي بي. انشطار 2، دورتين كريبس 2، سلسله الكترون 34، السيتوسول 2 عشان حصل فيه انشطار، ميتوكوندريا 36 عشان حصل فيها دوره كريبس وسلسله الالكترون. نرجع بقى للشرح بتاعنا. يلا صوره جميله جدا، تحفه فنيه. عايز اسالك سؤال، ايه اللي قدامك اللي حصل ده؟ العنوان بتاع الاكسيتوكلوكوز، حصل انشطار وحصل دوره كريبس وحصل سلسله الكترون. انت عارف ده حصل فين وده حصل فين وده حصل فين، وده انتج كام انتج كام انتج كام، وهنا كده في خطوات وهنا كده في خطوات وهنا كده في خطوات. ان شاء الله نعدي مع فيديو يعرفنا كل التفاصيل ويبقى معانا الصوره ديت، ونبدا نشتغل على السؤال عايز انهي حاجه، السؤال عايز انهي حاجه او بيتكلم على انهي خطوه. ما تنساش بقى تعمل لايك وسبسكرايب وشير، واشوفكم ان شاء الله الحصه اللي جايه. سلام.